السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي وقناتكم مطبخ ام ياسو او عيشه كويزين. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الكيكه اللي كتجي رائعه وكتجي غزاله بزاف، لا في الشكل ديالها ولا في المذاق ديالها، اقتصاديه والمكونات ديالها موجودين في كل بيت. ونتمنى الى عجبكم الفيديو ديال اليوم فضلا وليس امر ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعليقاتكم المحفزه، ولا كنتم مازال مشتركين اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. ويلا على بركه الله ندوزوا للمقادير والطريقه التحضير. قبل ما نبداو نخلطوا في الكيك ديالنا غادي ندهن المول ديالي. هذا المول هذا العادي اللي موجود في كل بيت، يعني ما كايناش شي دار اللي ما فيهاش بحال هذا المول هذا. غادي ندهنوا بالزبده مزيان، يعني غنلبسوا بداك الزبده من الداخل مزيان مزيان، لان انا ما غنرش لا طحين لا والو، غنكتفي غير بالزبده فقط. ما كتعجبنيش ملي كنقلب الكيك ديالنا كتبقى ديك القشره من برا، ما كتعجبنيش هاي. انا غندير ليه غير الزبده فقط، ولكن ندير ليه الزبده مزيان وغنحطو على جنب. غادي نجيبوا الوعاء فاش غادي نخلطوا الكيك ديالنا، غادي نضيف فيه 4 ديال البيضات بالحجم المتوسط. وهنا الا كان عندكم البيض عندكم كبير نديروا غير 3 فقط، ويكون بالحراره الغرفه. غادي نضيف عليه كاس ديال سكر سنيده او سكر حبيبات، وغادي نضيف عليهم الساشي ديال سكر فاني او سكر فانيلا، وغادي نضيف عليهم واحد رشه ديال الملح او قبصه ملح. وغادي نخلط المكونات مزيان مع بعض، يعني غادي نخدموا غادي نطربوا داك البيض مع السكر وداك الساشي. المهم غادي نطربوهم مزيان مزيان حتى يذوب لينا داك السكر وكيتغير اللون ديال البيض. غادي نضيف عليهم الكاس ديال الزيت النباتي او زيت المائده، وغادي نطرب المكونات مزيان مع بعض كيف ما كتشوفوا. والعبار دائما بالكاس العنبه غنطربهم يعني غنخلطهم مزيان حتى يضاعف يعني حتى داك اللون ديالهم كتولي بحال كتقل شويه، كيولي شويه الكريمي. ومن بعد غادي نضيف عليهم علبه ديال الزبادي او ديال الياغورت بالنكهه ديال الفاني او الفانيلا. وغادي نخلط المكونات مزيان مع بعض. فين ما كنضيفوا شي مكون كنخلطوا مزيان باش كينسجموا لينا داك الخليط، كتنسجموا داك العناصر كامله كتنسجم لينا مع بعض. غادي نضيف عليهم الكاس ديال الحليب ونخلط المكونات كيف ما كتشوفوا. غنخلط المكونات مزيان. غادي نضيف عليهم هنايا عندي كاس ديال الفول السوداني او الكاوكاو اللي مطحون ومغربل، يعني من بعد ما طحنته انا كنت غير هرمشته حيدت منه هذا وخليت الاخر باش كنزين به الكيك ديالي في الاخر. هذا غربلته مزيان يعني غير مزيان يعني مطحون. وغادي نضيف عليه غادي نضيف الكاس عفوا غنضيف الكاس فوق الخليط وغادي نخلطو مزيان. وهنا غادي نضيف 2 الكيسان ديال الدقيق الابيض او الدقيق الفرص، تكون النوعيه ديال مزيانه، يعني تكون نوعيه جيده اللي خاص بالحلويات. غادي نغربلو ضروري ندوزوه في شي مصفى ولا في شي غربال منها كنهويوها، وفي نفس الوقت الا كان فيه شي تكتلات ما تخسرش لينا الكيك ديالنا. عندي هنايا 3 ديال الساشيات ديال بيكين باودر او خميره الحلويات من الفئه ديال 8 غرام. هنا غادي ندير 3 حتى هما ندوزوهم في شي مصفى او الغربال كيف ما كتشوفوا، لان بعض المرات كيكون كيف ما كتشوفوا كيكونوا متكتلين او كيكونوا محضرين داك الحبيبات باش ما تخسرش لينا الكيك ديالنا. غادي نغربلوهم وغادي نخلطوهم مزيان المكونات مع بعض. يعني كيف ما كتشوفوا غادي نبدا نخلط الكيك ديالي غير بشويه من الاسفل للاعلى، وفي الاخر كنخلط الاتجاه واحد، ما غاديش نبقى ندور هكا وهكا، غير اتجاه واحد. هنا غادي نضيف عليهم كاس اخر ديال الدقيق الابيض او الدقيق الفرص. يعني هنايا دابا انا ضفت 3 ديال الكيسان وكنخلط العناصر مع بعض كيف ما كتشوفوا. في الاول كنخلط غير بشويه، يعني غير بشويه، ومن بعد كنسرع شويه يديا ولكن غير في اتجاه واحد. كيف ما كتشوفوا الصوره بصراحه راها واضحه، وما انا ما سرعتش الفيديو باش تشوفوا كيفاش كنخدم، يعني غير بشويه وفي اتجاه واحد حتى كنتحصلوا على هذا القوام هذا كيف ما كتشوفوا. هنا غادي نجيب المول ديالي وغادي نخوي فيه الخليط كيف ما كتشوفوا. غادي نرفع يديا شويه الفوق
والصورة راها واضحة، وشوفوا ما شاء الله القوام ديالها، يعني كيف ما كتشوفوا كينزل خيط واحد، يعني ما كيتقطعش، هذا كيدل على الكيك ناجح 100%. ومن بعد غادي ناخد المول ديالي، غنبقى نهزو شويه الفوق وبقى نخبطو على مع سطح العمل، باش داك الا كانت فيه شي فقاعات الهوائيه كتخرج، يعني ما كتبقاش فيه، باش كيجينا الكيك ديالنا ما فيش داك الثقوب لداخل. وغادي ندخلو الفران بارد، وغنشعل عليه غير من الاسفل على 180 درجه حتى كيتحمر لي من التحت مزيان، وتا كيبدا كيتحمر لي من الوجه ديالو. ومن بعد كنشعل عليه من الفوق، الا ما تحمرش مزيان كنحمرو من الفوق، وكنخرجها كنخليها تهدى شي شويه، وكنقلبها كيف ما كتشوفوا. قلبتها في الطبق ديال التقديم، ما شاء الله جات عاليه وجات محمره، وكيف ما واضح في الصوره. باش غادي نقلبها تشوفوها مزيان، وكتجي ما شاء الله مشقه من الفوق، يعني جات الكيكه ناجحه 100%، وجات عاليه ما شاء الله. ومن بعد انا عندي هنايا كما كتشوفوا عندي شويه ديال العسل، غادي ندهن ليها الوجه ديالها من الفوق. انا بصراحه ما متوفرش عندي المربى او الكونفيتير ديال المشماش ولا ديال البرتقال، وغادي ندهن ليها وجهها غير بالعسل. ومن بعد غادي نرشها بشويه ديال الفول السوداني او الكاوكاو مهرمش او كونكاسي كيف ما كتشوفوا. غنبقى نرشها من الفوق مزيان، يعني غادي نرشها مزيان من الفوق. ومن بعد أنا دوّبت واحد شوية ديال الشكلاط، ضفت معاها واحد 2 معالق ديال الحليب، يعني درت غير شي 2 ديال الطروفة ولا 3، ضفت معاهم واحد 2 معالق ديال الحليب، ودوّبتها مع على النار، ودرتها في واحد البلاستيك، غير بلاستيك عادي اللي كنديرو في الثلاجة ولا كنديرو فيه شي حاجة، المهم عادي وصافي. وكنزينها بهاد الطريقة، كندير غير الخطوط. ولكن أنا هنا درت واحد الغلطة، لأن درت درت الشكلاط وهي الكيكة مازالة سخونة، داب لي شي شوية. نتوما ما ديروش هاد الغلطة هادي، لأن أنا كنت مزروبة بها بصراحة، لأن أنا كنت داخلة عند جارتي وكنت غادي نديها ليها. وداك الشي علاش أنا زربت دغيا، باش كان مشى ليا الحال وزربتها دغيا وهي مازالة سخونة. ولكن نتوما ما تغلطوش هاد الغلطة، وكيف ما كتشوفوا جات على هاد الشكل هذا، ما غاتسمحوا ليا، ما غاديش نتقاسمها معكم هاد المرة، لأن كيف ما قلت لكم داخلة بها عند الجارة ديالي وما غاديش نقطعها. ولكن طلعت غزاله ما شاء الله، كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا جات واعره بزاف. ونتمنى الى عجبكم الفيديو ديال اليوم فضلا وليس امر، ما تبخلوش عليا باللايكاتكم وتعليقاتكم المحفزه. ولا كنتم مازال ما مشتركين اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ولا كنتم مشتركين مرحبا بكم معايا، ويا ربي نكون عند حسن الظن ديالكم، وخليتكم على خير، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.